وهذه الصينية ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا شكلها ما شاء الله تبارك الرحمن. وصفة دجاج صينية بتاكلونها. طبعا تحت حطينا احنا شرح بطاطس وفلفل بارد. دجاجة كاملة قصيناها من النص. طبعا اللي يبغى يحطها دجاجة كاملة ممكن يحطها دجاجة كاملة، أنا فضلت إني أحطها نصين. طبعا التتبيلة خرافية لذيذة، بكتبها لكم إن شاء الله في النهاية. تابعوا الطريقة. بندخلها الفرن 180 درجة الحرارة ساعتين. وهذه صينية الدجاج المشوي بالفرن بالتتبيلة اللذيذة، شيء طيب وفاخر صراحة جدا. طبعا الليونة غير طبيعية. شوف الصوص هذا ترى جاي كله من تتبيلة الدجاج، صراحة غنية بالنكهات ودمج المكونات. يا سلام يا سلام يا سلام، بالصحة والعافية علينا وعليكم. طبعا الصينية يا تاكلها بالخبز أو مع الرز. على جنب كذا طبق الرز، ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء